واش بصح ايران دارت هجوم الاكبر في التاريخ اللي عمر شي دوله ما هجمت بهذا الشكل هذا على اسرائيل؟ واش بصح دونالد ترامب ناوي يقتل خامنئي؟ وشكون غادي يسبق للهجوم على منشأة فوردو النووية الإيرانية؟ وشكون هما هاد 30 قائد إيراني اللي قتلهم الموساد الإسرائيلي؟ وشنا هي هاد القنبلة اللي غادي تدمر المحطة النووية الإيرانية اللي كاينة تحت من الجبال؟ واش بصح الأردن حتى هي غادي تشارك في الحرب، خصوصا انها جات وسط المعمعة ولاو كيطيحوا عليها المسيرات وحتى الشظايا ديال الصواريخ؟ واش بصح طائرات انتحارية بالمئات كيحلقوا في الساعات الأخيرة في سماء تل أبيب من البارح اليوم؟ أسئلة كثيرة والإجابات كلها موجودة في الحلقة هذه، غير كملها حتى الاخر. الحرس الثوري الإيراني خرج ببلاغ خطير جدا كيقول فيه دخلنا دابا الموجة رقم 15 من عملية الوعد الصادق 3. كيتكلموا على أكثر من 100 طيارة انتحارية مسيرة انطلقت من إيران باش تضرب مواقع حساسة في تل أبيب وحيفا أيضا، وخصوصا المنشآت العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. والأخطر من هذا الشيء كله كيقولوا أن الخطة فيها تصعيد تدريجي وغدا تكون موجات صاروخية مركزة باش يضربوا العمق الصناعي والعمق العسكري الإسرائيلي. ومن وراء التصريحات خرج مجلس صيانة الدستور الإيراني وهدد بشكل مباشر ميريكان والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء ديال إسرائيل، وقال أن أي خطأ أو أي هجوم غادي تديروا ميريكان ضد إيران غادي نواجهوه برد وغادي يكون رد قاسي. وزاد قال إلى ترامب دار شي محاولة ديال القصف أو الاغتيال أو التصفية على خامنئي فغادي نشوفوا معنا الاخر ديال الاخر حسب القول ديالهم، وغادي توقع كارثة غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط إلا مشاو تقصوا لهم خامنئي حسب التصريحات اللي قالوها المسؤولين ديالهم. وفي نفس الوقت خرج نتنياهو في تصريح وقال بالحرف ما كاين لا تهديد لا نووي لا تهديدات صاروخية باليستية على إسرائيل، ولكن الواقع كيبين العكس ديال نتنياهو تماما. ولكن السؤال اللي كيتكرر دابا، واش إسرائيل ناوية فعلا تغتال خامنئي؟ وعلاش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض يجاوب على هذا السؤال هذا بالضبط وقال بالحرف ما كنحبش حتى نناقش احتمال من هذا النوع هذا ان خامنئي يتم الاغتيال ديالو؟ والجواب ديال بوتين راه خلق علامة استفهام كبيرة بزاف، خصوصا من زعيم كيعرف الموازين ديال القوى في العالم كامل. زيد عليها تصريح من علي لاريغاني مستشار خامنئي اللي هدد مباشرة مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غورسي وقال من بعد الحرب إيران غادة تحاسبه ديال بصح على الدور ديالو في هذه الأزمة اللي كان هو السبب ديالها. علاش؟ لأن مدير وكالة الطاقة الذرية هو اللي قدم تقرير ديال زيارة خبراء ديال الوكالة لإيران وقال لهم حسب التقرير اللي قدم راه لقينا أدلة على أن إيران وصلت للتخصيب ديال اليورانيوم ب100% باش تصيب القنبلة النووية، وقدم لهم مجموعة من الأدلة في التقرير ديالو. ومن وراء هذا التقرير هذا ناضت هذه الحرب هذه اللي كنشوفوا فيها اليوم دايره ما بين إسرائيل وإيران. أما أمريكان كاينه تحركات جد مقلقة، واشنطن كتقول أنها مستعدة للهجوم وغادا تبقى حتى يقرر الرئيس ديالها دونالد ترامب. وحتى دونالد ترامب في التصريحات الأخيرة ديالو مخلي العالم كله في الشك وفي الغموض، كيقول أنه ما قررش باش يضرب إيران، ولكن فاش غادي يقرر وفاش غياخد القرار غياخده في آخر لحظة. واش هذا الغموض هو عبارة على تكتيك دبلوماسي واستخباراتي من ترامب، ولا غادي نشوفوا شي مفاجأة اللي توصل للسلاح النووي؟ من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي من جهته خرج بتسجيلات كيأكد فيها أنه قتل 30 قائد إيراني في غارات دقيقة ودقيقة جدا، وحسب تقارير إعلامية جد متطابقة كتقول أن المخابرات الإسرائيلية خدامة 24 ساعة على 24 ومركزة بزاف على الرؤوس الكبيرة في إيران وعلى رأسهم خامنئي.
وفي نفس السياق بدات الأسئلة كتدور على منشأة فوردو النووية اللي كاينه تحت من الجبال في إيران، اللي محصنة بشكل كبير واللي شاكين فيها أنه تما فين إيران غادا تكون صنعت أول قنبلة نووية بلا ما يسيق لها حتى شي واحد الخبار. وهذه المحطة إسرائيل باغا تسطا وتضربها اليوم قبل من الغدا، ولكن علاش إسرائيل ما قدرتش تضربها حتى لهاد الساعة هذه؟ واش باقا حابسة إسرائيل حيث ما تعطاهاش الضوء الأخضر أو الموافقة من ميريكان باش تضرب هذه المحطة النووية الإيرانية، أو ما عندها السلاح الخاص اللي غادي يضرب هذه المحطة اللي كاينة تحت من الجبال، أو أن إسرائيل خايفة من رد نووي إيراني أو خايفة من رد غير متوقع من القوات والحرس الثوري والجيش الإيراني على تل أبيب. من جهة أخرى سمعنا أن إيران قدرت تقتل 24 واحد في مدينة زنجان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وزيد عليهم حدث خطير وقع في الأردن اللي هي سقوط طائرة مسيرة في منطقة لواء الأزرق اللي خلقت إصابات داخل الأراضي الأردنية. وهنا المخابرات الأردنية بدأت في التحقيق واش الأردن غادا تدخل لهذه الحرب هذه مفروض عليها أن تدخل ليها بلا ما تحس، واش هذا الشيء غادي يزيد يعقد الوضع في الإقليم وفي المنطقة كلها، خصوصا أننا كنشوفوا في المنطقة كامله كتغلي وكل ساعه كتجينا اخبار كتخلع ديال بصح. واكثر من هذا الشيء كامل واكبر خبر مهم في هذا الشيء كامل واللي كيتسنى العالم كامل هو واش ميريكان غادا تشارك في هذه الحرب هذه ولا لا. في الساعات الاخيره شفنا المتحدثه باسم البيت الابيض خرجت لوسائل الاعلام وقالت بالحرف ان مشاركه ميريكان في الحرب على ايران هو قرار غادي ياخذه الرئيس دونالد ترامب في هاد 2 سيمانات اللي جايه، بمعنى أن دخول ميريكان في الحرب غير مسألة وقت. أما من حيث الأرقام فراه الأرقام حتى هي كتخلع ديال بصح، لأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خرج وقال أنهم تصداو لأكثر من 480 مسيرة إيرانية من بدات الحرب، وهذا راه رقم كبير. تخيلوا معايا أن 480 مسيرة حربية هجمت على إسرائيل في ظرف 7 أيام ديال الحرب. من جهة أخرى أيضا شفنا الجسر الجوي ديال المساعدات الأمريكية اللي وصلت لإسرائيل في هذه الساعات القليلة الأخيرة. واش ميريكان غادا تبقى غير كتعاون إسرائيل من البعيد؟ إسرائيل واش هي غتقلب على حلفاء آخرين من غير ميريكان، ولا دونالد ترامب غادي ياخذ القرار باش يشارك في الحرب؟ وشفنا حتى المساعدات البريطانية حتى هي وصلت لإسرائيل. وهنا كيطرح سؤال مهم وغاية في الأهمية، هو شكون اللي غادي يعاون إيران؟ واش إيران غادا تقد على أمريكان وبريطانيا والدول ديال الاتحاد الأوروبي اللي كيعاونوا إسرائيل بالسلاح والعتاد، ولا حتى هي غادا تطلب المساعدة العسكرية من باكستان وروسيا والصين؟ واش باكستان وروسيا والصين غادي يعاونوا إيران غير بالسلاح والمساعدات والمعلومات الاستخباراتية بلا ما يشاركوا في الحرب؟ واش أمريكان حتى هي ما غتشاركش وغتبقى تساعد من البعيد؟ فكنتظروا في الساعات القليله اللي جايه تطورات خطيره تقدر توقع، خصوصا بعد تصريح ديال باكستان اللي قالت بالحرف انها قلبا وقالبا مع ايران، وانها غادا تدافع على ايران في اي لحظه طلبت منها ايران انها تدخل، حتى تقدر تدخل عسكريا في هذه الحرب هذه. فإذا دخلت باكستان كيفاش غادي يكون رد الفعل ديال إسرائيل وبدرجة أولى أمريكان والاتحاد الأوروبي والغرب بصفة عامة؟ واش حتى هم غينزلوا بالثقل ديالهم وغيبدا القصف على باكستان؟ باكستان المشاكل اللي وقع عليها مع الهند، واش هاد المسألة غير قالتها كورقة ضغط على الغرب باش ما يرفعوا المساعدات ديالهم على الهند، وبغات تزيد تضغط على الغرب وقالت لهم انا نقدر ندخل الحرب ونعاون ايران كما نتوما كتعاونوا العدو اللدود ديالي اللي هي الهند، باش على الاقل يرفعوا لها حتى هي الضغط؟ فكاين بزاف ديال الاسئله اللي هي غامضه، والاخبار اللي كتنزل فهي كتنزل بشكل سريع وبشكل كبير وما عارفينش اشنو غيوقع في الساعات اللي جايه. كنتمنى هذا التحليل اللي قدمنا لكم يكون تحليل موفق ويكون وضح لكم مجموعه من النقاط. الى عجبكم المحتوى تاعنا عاونونا اكثر باكبر عدد ديال لي بارطاج وديال لي طاق وديال لي لايك وديال لي كومونتير، لحقاش رايكم كيهمنا بزاف باش نوصلوا لاكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائده. والجديد ديالنا دائما غتلقاو على القناه ديالنا على موقع يوتيوب. هذه تحيات سفيان سميع، السلام عليكم.